السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعي القناة في فيديو جديد معاكم النهاردة عن المكنة ويل ماجيك كلاب سلك. ويل ماجيك كلاب سلك تعتبر أول مكنة أمريكي من شركة ويل فئة الخمس نجوم. فئة الخمس نجوم. وليه ميزوها بفئة الخمس نجوم؟ لأنها أعلى من السوبر تبر ومن الويل 2000. الويل 2000 والسوبر تبر يعتبروا 5000 لفة، التردد بتاع المشط بتاعها 5000 لفة في الدقيقة. إنما ويل ماجيك كلاب كانت أول فئة أعلى من 5000 لفة وهي 6000 لفة في الدقيقة. طيب ميزوها وقالوا 5 نجوم وعملوا لها الشكل الجميل ده اللي عامل زي العروسة كده، حاجة ممتازة جدا. تعالوا بينا نشوف المكنة إمكانياتها إيه والسلك بتاعها طوله إيه وايه اللي بيجي في محتويات العلبة. دي المكنة قدامنا هنا بالكفر بتاعها الاحمر. بنشيل الكفر بنلاقي السلاح بتاعها مكتوب عليه ويل يو اس اي. ويل يو اس اي يعني متصنع في امريكا. المكنة كلها طبعا متصنعة في امريكا. وطول التدريج بتاعها من الزيرو للنص، ده طول مناسب جدا لان انت تطلع بيه تدريجات عاليه. وممكن المكنه تتصفر، بس انا مش من هواة تصفير المكن. انا بشتغل بالمكنه زي ما هي جايه على صناعه بلدها. زي ما هي جايه على صناعه بلدها بتديني شغل اعلى، انما لو لعبت في المشط بتقل كفاءه المكنه شويه. طيب طول السلك بتاعها حوالي 2 متر و40 سنتي. 2 متر و40 سنتي دولا يخلوني ان انا اشتغل على كرسيين. يعني لو المكنه محطوطه بين كرسيين هتشتغل بيها وانت مستريح. والظهر مكتوب عليه طباعه طبعا، تمام، البيانات بتاعت المكنه وسرعتها والبلد المنشأ ومتجمعه فين. اللي موجود دلوقتي اللي متجمع في المجر، ومفيش من المكن الويل حاجه اتضربت. الموديلات اللي احنا بنتكلم عليها من المكن الويل اللي كان السوبر تبر البيضة او الويل 2000 او الماجيك كلاب السلك او الشحن او الليجند السلك او الشحن او المكن الزيرو الامريكي اللي هو الويل، مفيش اي حاجه اللي هي الديتلر، مفيش اي حاجه منهم اتضربت في الاسواق. انما في حاجه اسمها ميدن يو اس اي وميدن المجر، تمام. اللي متقفل في المجر ده هو نفس اللي متقفل في امريكا، بس بقفلوه في المجر علشان العماله اقل. ولذلك هتلاقي مثلا الفرق بين المكنه اللي متقفله في امريكا والمكنه اللي متقفله في المجر بتاع حوالي 50 جنيه او 100 جنيه يعني. واللي موجود في السوق دلوقتي من الويل ماجيك كلاب السلك كله تصنيع المجر او تقفيل المجر. هي صناعه امريكيه بس متقفله في المجر. نشوف بقيه محتويات العلبه. عندك الفرشه والمزيته بتوعها، طبعا الزيت مهم جدا للمكنه. عندك المشط القاطع الطائر اللي كنا اتكلمنا عنه، بس بيبقى لونه ابيض. مع المكنه دي بيبقى لون المشط ابيض. عندك 6 درجات، 1 و2 و3 و4 و6 و8. مفيش نص وواحد ونص، لا، منزل لي معاها نص وواحد ونص في كيس تاني. واحد لونه ابيض اللي هو الواحد ونص، والتاني لونه رصاصي اللي هو النص. دول كده بيبقى المكنه كده محصله المكنه الليجند. طبعا الليجند اعلى منها شويه طبعا وسعرها اعلى، 2600 جنيه الليجند النهارده، الله اعلم بكره هتبقى بكام. والمكنه دي النهارده في الاسواق عامله 2000 جنيه، والله اعلم بكره، ده وقت اذاعه الفيديو النهارده، تمام. الله اعلم بكره هتبقى بكام. نتمنى ان ربنا يكرمنا وتثبت الاسعار على كده. وكل سنه وانتم طيبين. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تشترك معنا في القناه عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم الحلاقه. السلام عليكم.